السلام عليكم على أحلى وأجمل إخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. أنا بشكر كل واحدة دخلت علقت لي أو عملت اشتراك. أي حد جديد في القناة ما شاء الله بتكبر بإخواتي حبايبي. يا رب كده أشوفكوا أكبر عيلة في الدنيا بحالها. أنا من يوم الأربع جات لي رسالة يا بنات من أخت. والله أنا ما عارفة هي منين، بس والله العظيم وجعت لي قلبي. أنا قريت الرسالة حاسة إنها طالعة من قلبي. انا بدعيلك من هنا، يا رب يهديلك جوزك، يا رب يبارك لك فيه، يا رب يرد اليه ردا جميلا. ربنا يا رب ينزل في قلبه الرحمة ويجعل لسانه رطب ويخلي لك ولادك، اللهم امين. طيب ازاي نتفادى المشاكل؟ هتتفادي المشاكل بشوية حاجات، والله حاجات بسيطة يا بنات وتقدر اي واحدة تعملها. بس هي عايزة سنة اللي هو نيجي على نفسي شوية. فعشان انا عشان بيتي وعشان ولادي. يعني تخيلي انت مثلا، عارفة انت لو ما فيش اولاد مثلا او ما ممكن نقولك لا، لو المشكلة ما لو المشكلة ملهاش حل، لا ممكن تلاقي ان انا مثلا، انما ده في اولاد وفي بيت هيتهد. إيه، الواحدة لازم تحافظ على بيتها، لازم تيجي على نفسها عشان تحافظ على بيتها. فانا عارفة المشكلة هتبدأ امتى. يعني مثلا اول ما تبدأ المشكلة، بدأت المشكلة، انا مش امشي مش مثلا امشي واسيبه مثلا اقول لك ما ترديش تقومي تمشي وتسيبيه، او تسيبيه يزعق ويقول اللي بيعمله وانا واقفه. عارفين الوقفه اللي بتخلي تخلي الواحد يتنطط؟ تخيلي انت بقى ابنك كده، لو انت واقفه تزعقي معاه وتتعاركي معاه وهو واقف محسسك انه مش معبرك، وقولي اللي عندك كله وانا همشي واسيبك. لا، في نظره بتحسس الراجل اللي هو ان انا زعلانه. عارفين كلمه انا زعلانه؟ انا انت بتجرحني بكلامك ده. الكلمة الطيبة يا بنات، والله العظيم الكلمة الطيبة بتطفي نار. عارفة الكلمة الهادية، الكلمة الطيبة والله العظيم بتخلي، عارفة انت لو نار قايدة كده الكلمة دي بتطفيها. واي واحدة، اي راجل ليه مفتاح. هتقولي لي ازاي يا ايمان؟ يعني كل راجل ليه دخله، كل راجل ليه نقطة ضعف. الواحدة الشاطرة بتعرف نقطة ضعف جوزها، بتعرف دخلة جوزها، بتعرف انا امتى اكلم جوزي، امتى اعتب على جوزي او الوم عليه لو زعلان مني، لو قال لي حاجه زعلتني. يبقى احنا اول حاجه قلناها ما ردش عليه. مش مرد لو المشكله بدات، ما ردش. مش ما ردش ان امشي واسيبه، لا. قلت لك تقولي له الكلمه الهاديه، الكلمه الهاديه اللي هتطفي النار. طب انا اطفي النار ازاي؟ خلاص هو متنرفز وهيقول كلام او هيزعق، هقول له حاضر يا حبيبي اللي انت عايزه، بس حاضر يا حبيبي اللي انت عايزه بنظرة العتاب. عارفة، يبقى الكلام مع نظرة عتاب وانا عيني في عينه كده وبنعاتبه، بنحسسه باللي انت بتعمله فيه. اي راجل مهما كان بيحب مراته، بيحب ولاده، بيحب اهل بيته. حتى لو ليه مغامرات او حاجة بره، يعني لا، او مش نخش في الحرام طبعا. اي حاجة تتفاديها او ممكن انا يعني نعديه الا الحرام. ده حاجه نبقى حاطين حاجه. والحدود، حدود انه ما يشتمش اهلي، حدود انه ما يهينش اهلي، او ما يشتمنيش باهلي. إيه، انت بينك وبينه اختاري الوقت الصح. يعني الوقت اللي احنا مثلا عارفه ان الوقت ده هيتقبل مني الكلام. يتقبل مني الكلام ان انا اقول له بلاش اهانه، بلاش تهني، بلاش تشتمني قدام ولادي. بلاش، خلي الحب بيني، خلي المودة والرحمة بيني. حسسينك ضعيفة. عارفة الراجل بيحب الواحدة طبعا في هيتعارض معايا كتير 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 كتير، هيتعارضوا معايا في الكلمة دي. بس بجد والله العظيم الواحد لما بيحس ان الواحدة قوية في البيت. عارفة كانت امي تقول لي المركبة ام ريسين بتغرق. لو في ريسين في البيت، طبعا انت ممكن تديري بيتك وتبقي رئيسة الرئيسات، بس بايه؟ ما نحسسهوش ان انت مالكش لازمة. الواحدة كل ما بتحسس جوزها ان انا ماليش غيرك و... و... وماليش، انت سندي وانت ظهري وانت اللي ليا، ومش عارفين الحتة دي بتخليكي عند جوزك في حتة تانية. اوعك الحب يروح من البيت. حافظي على الحب في البيت، لان لو راح الحب في البيت مش هتتقبلي منه حاجة. عارفة برضو يعني
اللي هو حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. انا شغاله امثال النهارده. بس بصراحه الحاجات دي والله العظيم هتفرق معاك. يعني عارفه، انت بتحبيه حاولي تغيريه. وانت عارفه الواحده الصابره، انت لو انت يعني ما تصبري، ربنا قال ايه؟ ويوفى الصابرين اجرهم بغير حساب. يعني انت مش ربنا على الصبر، على صبرك على جوزك وعلى المعاناة اللي انت فيها، ربنا هيجازيكي بغير حساب. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم جت واحدة اشتكت له من جوزها زمان، انا مش فاكرة القصة قوي، بس هي لما اشتكت له ده نزل قرآن يعني. ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يعني ربنا سامح شكواك. يعني شوفي هي راحت ب- بتشتكي لربنا، وربنا يعني نزل فيها قرآن. يعني أنا حاسة بيك والله العظيم، وحاسة بوجع قلبك والله يا ربي. أنا عارفة لأن أنا خدت أول سنة في جوازي كده، فأنا مش عايزة أخش في تفاصيل اللي هو. بس جوزي يعني ما كانش ألفاظه وحش، بس كان أسلوب، عارفين اللي هو مشاكل دايما. فانا بس حاجه واحده عايزه اقولك عليها: انت اول حاجه احتسبي واصبري. الصبر اخرته جبر والله العظيم. وعليكي بقيام الليل، عارفه؟ طب جربيها. جربي كده تصحي بالليل وتدعي ربنا ان ربنا يهديلك جوزك ويبارك لك في ولادك، وقولي يا رب انا تعبت. كلمي ربنا، قولي له يا رب انا تعبت ركعتين كده بالليل، وانت والدنيا بحالها نايمه، وانت تقومي تكلمي ربنا. تخيلي يعني ربنا بيقول هل من داعي؟ انت ادعي، قولي لربنا يا رب انا تعبت، يا رب انا معدتش قادره. والله العظيم ربنا هيهديهولك وهيبارك لك فيه. إيه، عارفه؟ قيام الليل ده انا في ابني الاخير، انا الدكتوره قالت لي مرتين ان هو بنوت. اول مره قالت لي بنوته، انا روحت طبعا، انا جوزي ما كانش يفرق معاه ولا او بنت نعيم، بس ابني الكبير كان نفسه في اخ، اللي هو عايز اخ. ويعني انا شلت جبت البنت التاني، وعشان كان نفسه في اخ. يعني أنا كنت بقول ولو بنت واحمد ربنا، جبت التاني. جبت مي، فعيط ومش عارفه ايه، فقعدت شويه جبت شيماء، عيط تاني. فعارفين اللي هو انا نفسي اجيب له اخ. ف والله العظيم يا بنات، الدكتوره ما قالت لي بنوته، فروحت ابني، عارفين اللي هو عيط. وجوزي ما قالش حاجه، بس عارفين النظره اللي انا بكلمك عليها، وانا حسيت من نظرته. لا انا كان نفسي في ولد، بس طبعا مش بايدي ولا بايده، بس هو اللي هو ايه، الدكتوره قالت لي كده، قالت لي بنوت. قال لي الحمد لله ربنا يبارك. عارفين؟ بس انا حسيت من نظرته، لما اقول لك النظره يعني، عشان النظره دي بتحسس باي حاجه انت عايزه تقوليها. جيت بالليل يا بنات، صحيت بالليل وهم نايمين، والله العظيم انا فاكراها. عارفين الهستيريا عياط وانا قدام ايد ربنا؟ والله كانت هستيريا عياط اللي هو مش عارفه نمسك نفسي ونعيط ونقول له يا رب، يا رب اديني اخ لابني، يا رب هو نفسه في اخ. يا رب انا عارفه ان الولد زي البنت، بس هو نفسه. تنيت لحد ما ولدت، وانا خلاص بنوته جيت. بس انا حسيت باستجابه ربنا. عارفين حسيت ان ربنا استجاب دعوتي. عارفين لما تحسي ان ربنا معاكي وانت بتدعي؟ عارفه لما تحسي ان انت بين ايد ربنا، ان فعلا ربنا سامعك؟ فعليكي وعلى قيام الليل، والله هيغير لك دنيتك. جربيها، جربيها وانت في ايام ما شاء الله الدعاء مستجاب والاعمال مستجابه. ادعي ان ربنا يهدي لك جوزك، وادعي ان ربنا يبارك لك فيه. وان شاء الله والله باذن الله ربنا هيستجاب الدعاء. في حاجه عايزه اقول لك عليها كمان: ما تدخليش حد في مشاكلكم، ما تدخليش حد بينكم. في ناس في ناس تقول لك لا ده انا ادخل حد كبير او، بس انا ضد انك تدخلي حد بينكم. والله العظيم المشكله لما تحليها بينك وبينه بتبقى احسن بكتير ان حد يدخل، وبالذات الاهل، اهلك او اهله يعني. انت اختاري الوقت المناسب انك تتكلمي معاه فيه، حسسيه ان انت بتحبيه. الحب بيغير بيبصي، الحب ده بيغير الدنيا بحالها. يعني تخيلي بيت ما فيهوش حب، انت حاولي ان انت الحب ما يروحش من البيت، وتكلمي معاه مرة واتنين وتلاتة وعشرة.
مش من مرة انه هيتغير، ولا من مرة انه هيتبدل كده، لا لا، ده طبع فيه. وعايزاك خدي بالك ان هو بيحبك اكيد، بس هو طبعه كده، اتربى على كده. يعني في حاجة اتربى عليها غلط، اتربى يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استوصوا بالنساء خير. هو اكيد مش مقرب لربنا، قربين لربنا. حاول بان من بعيد لبعيد كده تعرفيه الصح فين والغلط فين. وكل واحد زي ما قلت لك ليه مفتاح وليه دخل. والله ما في راجل اسمه ملهوش مفتاح، بس الشاطره اللي تعرف مفتاح جوزها فين. كل واحده عارفه ايه المميزات وايه العيوب اللي في جوزها. وعيوبه نعرف نشوف لها دخله. عارفين ان كل مشكله ولها حل. اهو جوزك ده ليه دخله، بس تعرفي دخلته فين. واصبري والله العظيم، ان شاء الله باذن الله ربنا هيعوضك خير في برضه وفي ولادك ان شاء الله. بس انت وادعي ان ربنا يبارك لك فيه. والله الواحده من غير جوزها ما تنفع، ما تسواش حاجه خالص بمعنى اصح. حاسه ان انا طولت عليكم في الكلام شويه، بس بجد والله رسالتك وجعت قلبي، وربنا يا رب يفرح قلبك ويهديلك جوزك، اللهم امين. الصلصة دي يا بنات أنا عاملاها للمحشي وللسمك، مش بنصفيها. وشفت واحدة على النت يعني حطت عليها بنجر. حسيت انه غير لون، يعني حسيتها غامقة فعلا. وهنا كان شوية كزبرة على شبت على بقدونس، عملتهم برضو للمحشي. هنا بقى فاكرين السردين اللي كنت عاملاه؟ يا رب ما تكونوش نسيتوه. خلصت بقى كده، والله يا بنات كان طعمه ما شاء الله، اللهم بارك. في واحدة قالت لي ما تحطيش عليه زيت، لانه باين مش هيمتص الملح، بس هو على فكرة امتص الملح. وبرضه هجرب حكاية مفيش زيت، بس انا قلت لك ان اخت جوزي قالت لي حط عليه زيت عشان هو مش عارفة باخخ او حاجة زي كده. انا معرفش في موال السمك قد كده. السلطة دي بنات جميلة، البتنجان على البصل، على شطة مهروسة حمراء، اللي هي الشطة الحراقة دي. وممكن تحط بصل من التاني بيبقى احسن كمان، على شوية كزبرة بقى، شوية زيت حلوين، على سنة ملح. الله الله عليك طبق سلطة، والله العظيم بيبقى بيخليكي اصلا عارفين احسن من الطبق اللي عندي. بنات بيقولوا لي احسن من الاكلة دي يا ماما، احسن من اللحم. فعملت الاكلة دي كده على السريع. وايه تاني، ما حبيتش اطول الفيديو معاكم عشان ما تزهقوش مني، وبصراحة حاسة ان الدنيا نازلة يعني، فمش عايزة حد يزهق مني. بس طبعا بعد ما عملت الغدا عملت لهم معجنات للعشاء. وحساكوا اصلا بحكايه المعجنات دي يا بنات بتوفر كتير والله في الاكل يعني. بتبقى عشاء وفطار، فاهمين؟ لما مثلا كيلو دقيق مش عارفه 25 جنيه او حاجه زي كده. 25 جنيه دول مثلا هيوكلوني 3 ايام مثلا او يومين فطار وعشاء. طب ما هيوفر معايا كتير. فالمعجنات في البيت بصراحة بتوفر. وانت روحي اشتري من محل بتاع او فرن بتاع المعجنات كده، اشتري شوية معجنات كده، شوفي سعرهم كام، وانت ممكن تعملوهم في البيت انضف واحسن. وبصراحة بيبقوا لا مفيش مقارنة بين ده وبين ده خالص. فما حبيتش اطول عليكم الفيديو يعني، بس انا يعني عملت معجنات للعشاء وكانت عشاء وفطار ويعني واحنا ما شاء الله صحنا عيله كبيره. عارفه لو كوبايتين دقيق بخش، لو كوبايتين دقيق بعمل بيهم 3 كوبايات دقيق الموجود عندي، اي حاجه موجوده عندي بعمل بيها. بس بتوفر يعني معايا في الفطار والعشاء، لان الجبن ما شاء الله الله المستعان يعني. هنا السردين بقى يا بنات كان تحفه. اقسم بالله انا اول مره اعمله كنت عارفين لو مبسوطه بيه. ما كنتش متوقعه ان هو هيبقى يعني حلو كده. آه، طبعا عندي الواحد بس اللي ما بياكلش سردين، اللي هو احمد الكبير. فحطيت له، كان عندنا علبة تونة يعني، بس هو كان في الكلية اصلا، واحنا اتغدينا وشبعنا على ما هو يعني هو جه العصر او بعد يعني بعد العصر. فحطيت له بقى اكل الاكل التاني يعني. وحمرت بدنجان. البدنجان ده بقى مع صلصة مع طماطمايه مع قرن شطة والثوم ومش عارفه ايه، بيبقى برضه ملوش حل. قوموا بقى كده تنشطوا لو وراها حاجة تعملها. لفي تلاجتك كده لو فيها حاجة عايزة بايظة أو هتبوظ ظبطيها وحطها في الفريزر.
وهتوحشوني من الفيديو الجاي. ومع السلامة يا أحلى وأجمل وأطعم إخوات في الدنيا. مع السلامة.